الحلقة السابعة من برنامج عهد مع الحسين. ضيف الحلقة السيد مصطفى المقصوصي من الناصرية، محافظة ذي قار، صوت من أصوات العز ويد من أيادي الإغاثة، ورجل سطر اسمه في ميادين الخدمة الحسينية والاجتماعية والإنسانية. إنه السيد والردود الحسيني مصطفى المقصوصي، أحد الوجوه البارزة في فريق عيون ذي قار التطوعي، وردود رسالي على منهج الإمام الحسين عليه السلام، وشخصية اجتماعية حاضرة في الميدان تخدم وتغيث وتواسي. المسيرة الحسينية. 1. السيد مصطفى المقصوصي من الخدام المخلصين الذين تربوا على حب الإمام الحسين عليه السلام منذ نعومة أظافره. 2. عمل رادودا على المنبر الحسيني، حمل الصوت الولائي في المجالس، وجعل من المنبر وسيلة لزرع العقيدة والولاء في قلوب الشباب. 3. شارك في مواكب الخدمة الحسينية في مناسبات عاشوراء، وكان صوته يهدف باسم أهل البيت بصدق وإيمان. 4. كان سنداً للمواكب وداعماً لكل من يسير على درب الخدمة بلا كلل أو تردد. العمل الإنساني والانتماء الوطني. 1. مصطفى المقصوصي هو عضو فعال في فريق عيون ذي قار التطوعي، مشارك في عشرات حملات الإغاثة. 2. ساهم في توزيع آلاف السلال الغذائية، الملابس ومستلزمات العيد على العوائل المتعففة. 3. يعمل في حماية الوطن كأحد منتسبي الأجهزة الأمنية، مجسداً معنى الانتماء الحسيني في الميدان الوطني، مدافعاً عن أرضه ومقدساته. 4. يرى أن من يخدم الحسين عليه أن يكون أيضاً في خدمة تراب وطن الحسين، وهذا ما جعله رمزاً مزدوجاً للعطاء. الختام. السيد مصطفى المقصوصي لم يكن يوماً مجرد رادود أو متطوع، بل كان أنموذجاً يجمع بين الحسيني والإنساني والوطني. حمل هم الناس في صوته وفي ميدانه وفي خدمته. هو من الذين اختاروا طريق العطاء في كل اتجاه دون انتظار مقابل. تركبونا في الحلقات القادمة من عهد مع الحسين، حيث نستعرض قصص خدمة صدقوا فأوفوا وكانوا للحسين أنصاراً في كل زمان. هذا ومن والله التوفيق. تقبلوا تحيات الإعلامي محمد جواد. عهد مع الحسين، ففي طريق الحسين لا ينتهي الوفاء ولا تتوقف الحكايات.